عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هبة حسن ونكمل مع بعض شغلنا في ال 3D Composting for Motion Introduction. بعد ما خلصنا مع بعض الجزء الخاص بالانيميشن وازاي ان احنا استغلينا الداينامكس، استغلينا الانيميشن في الداينامكس بحيث ان احنا اتحكمنا في الشيب اللي احنا عايزين نوصله. عايزين نبتدي بقى ان احنا نضيف دوت كريل لايف او كريل فيديو. وعلشان نعمل ده احنا هنعتبر ان الدانسينج دوت بيتحرك على ديسك خاص ب مكتب مثلا، حاجة خاصة باوفيس، اي حاجة زي كده. فبالتالي محتاجين ندخل الصورة عندي هنا كفريم او الفيديو بتاعك. فحاجة زي كده احنا استخدمنا فيها فريم، هنبدأ نظبط عليه او على اساسه كل حاجة، السكيل بتاعت الاوبجكت، اللايت، الخامات، كل حاجة. عشان يحصل ده تعمله ازاي؟ عادة علشان بدخله باستخدام الباك جراوند، ودي مجموعة موجودة هنا في السكاي. هتلاقي حاجة اسمها الباك جراوند زي ما استخدمناها برضو قبل كده، ومجرد ما بتدخل بيبقى مستني منك فين الباك اللي انت عايز تحطها. فباجي هنا واطلب منه مات، ماتيريال عادية. الماتيريال ديت بيبقى فيها حاجة واحدة اللي شغالة اللي هي اللومينانس، ومن اللومينانس بنبدأ ندخل الايمج اللي هنشتغل عليها، وهنلاقيها في وسط الاسيدز. انا دورت على حاجات مناسبة لغاية ما لقينا حاجة زي كده. لما اقول له نو هتلاقي الايمج دخلت. لما اشيل ده كده واديه للباك جراوند هتلاقيها دخلت معايا في الشيب بتاعها. كل اللي علينا بقى ان احنا نبدأ نظبط الدنيا ازاي. انت مش بتاخد الاوبجكت وتكبر وتصغر، ولكن انت بتغير في مجال الكاميرا والرؤية. نرجع كده، نرجع باك، نظبطها لحد ما تبقى بشكل مناسب على الديسك. تبقى كده مثلا. فلما نيجي نعمل بلاي تتأكد ان حركته كلها على الديسك اللي قدام. طيب انت شايف ان هو صغير مثلا، عايزين نكبر الروبوت دوت او نكبر الموديل بتاعنا، بتزوم بالكاميرا كده، نبدأ ان احنا نظبط مكانه. اهم حاجة ان ما الاقيش الحركة جاية لي هنا في الهواء مثلا، او جاية لي جوه على الالكتريك فورم اللي هناك. فخلينا كده نتحرك ونشوف الدنيا تمشي ازاي. فدي اول حاجة بتبدأ تعملها بعد ما بتدخل الفريم، وتظبط الفريم باستخدام الكاميرا مش باستخدام الاوبجكت، لان انت كده تبوظ كل حاجة. زي ما احنا شايفين هو لغاية دلوقتي بيتحرك في فريم في حيز كويس جدا، واخد المنطقة اللي احنا عايزينه يتحرك فيها، وده كده المطلوب بالظبط. جميل جدا. بما ان انت هتتعامل مع رندر انجن معين، لازم زي ما اتفقنا برضو نكستم كل حاجة حسب الرندر ده. احنا هنشتغل ارنولد، فبالتالي اول حاجة تعملها بتروح للرندر سيتنج وتروح للارنولد، بحيث هنبدأ نظبط دنيتنا على الارنولد. اوكي، وتبدأ تحدد بقى انت عايز الريزوليوشن بتاعتك كام. انا بالنسبة لي خليها 720، مش مشكلة دلوقتي. تمام. احنا راجعنا قبل كده على الفريم ريت والدنيا تمام. لما نروح لارنولد ونبص كده على الاي بي ار، طبيعي ان احنا هنلاقيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. اولا انا مش عايزه اشوف سكيلتون دوت جوه خالص، احنا خلاص خدنا منه الانيميشن اللي احنا عايزينه. فزي ما انا خافياه في الفيو عايزه اخفيه في الريندر. هتيجي كده للاوبجكت ونخفيه بدبل كليك من هنا، هتلاقيها بدأت تختفي من جوه. طب جميل. ليه بقى ظاهر لي جراي كده؟ هو طبعا هنا ظاهر لي اسود لاني ببساطه ما عنديش اضاءه، لكن الخلفيه اللي ورا انا مش شايفه ليه الديسك دوت ورا هنا، انا عايزه اشوفه عشان نقدر نشتغل عليه. للاسف الماتيريالز اللي موجوده هنا ما بتتقريش في الارنولد، فعلشان تقراه لازم تدخله خامه من بتاعته عشان هو يعرف يفهمها ويقراها ويبدا يتعامل معاها. نعملها ازاي؟
هنسحب نفس الباك جراوند، دبل كليك، بس المرة دي هنسحب الخلفية بتاعته وهنخفيها من الفيو هنا عشان ما تأثرليش على الفيو. وهنيجي نقول create Arnold. من Arnold لما تيجي هنا في السيرفيس بتاعته من وسطيهم في اوبشن، لا سوري، من التكستشر من وسطيهم في اوبشن اسمه image. Arnold texture image، واللي هندخلها في الباك جراوند. طب تمام، انا لسه مشفتش حاجه، ما انت لسه ما دخلتش الايمج بتاعتك. فهتيجي في الايمج، ممكن نعملها هي ده كده دبل كليك. فين اهو، هو مستني منك المكان او فين الايمج بتاعتك. هندخلها من هنا نو. مجرد ما بتدخل بتبدأ تتقري قدامي على طول وكده الدنيا تمام مظبوطة. طب جميل، طب ما هي قالت هنا، طب ما انا استخدمها هنا وهنا، ايه اللي يخليني اخد هنا واحدة وهنا واحدة؟ تعالى اقول لك، نخفي التانية دي خالص، دبل كليك ونشغل دي. شايفين ايه السبب، ايه المشكلة؟ المشكلة ان ديت او الباك جراوند او الماتيريالز بتاعت ارنولد مش كلها بتتقري في البرسبكتيف اللي قدام للاسف، بدون دخول في تفاصيل الا انها ما بتتقريش. فانا عايزه حاجه اعرف اشوفها لما اقفل ده كده، اعرف اتعامل معاها هنا جوه في البرسبكتيف، وفي نفس الوقت لما اجي اتعامل مع ارنولد الاي بي ار اشوف برضو حاجه في ريندر. فالحل ندي لكل واحد اللي بيعرف يقرا. فباجي للباك جراوند هنا بخفيها واديله المات بتاع الستاندرد ماتيريالز الخاصه بسام عشان يعرف يقراها اللي هي دي. تمام، وبدي للريندر الارنولد ماتيريال اللي بيعرف يقرا. كده فهمنا ايه سبب 2 باك جراوند، واحده للريندر وواحده للبرسبكتيف. طيب دلوقتي عايزين نبدا ننور السين بقى وندي اضاءه بدل السواد اللي احنا شايفينه ده. بما ان الانفايرمنت نفسها لازم تبدا تبص فيها عشان تفهم هتستخدم انهي نوع اضاءه من مكتبه ارنولد، مش نسحب وخلاص. بما ان دوت اندور مش اوتدور، مش حاجه مفتوحه زي الورشه اللي فاتت او الشوط اللي فات، فمش هينفع معاها السكاي دوم لايت ببساطه، خصوصا ان انا مش هحتاج فيها اضاءه شمس او حاجه من بره او حاجه خارجيه، مش هحتاج الكلام ده. انا عايزه اضاءه، دي اوضه مقفوله اللي منوراها لمبه او اباجوره او ايا كان، فانا هاخد نفس الاضاءه او حاجه قريبه منها جوه. طيب عشان اعمل الكلام ده اعمله ازاي؟ انا عندي كذا حاجه. مجرد ما بدخل على الارنولد لايت انا عندي الديستانس لايت، الديسك لايت، سوري، عندي الديسك لايت وعندي الكواد لايت. طب انا عشان اشوف الكلام ده واتحرك هنا بحريه، انا لو عملت كده، بصوا كده، هلاقي الدنيا هنا باظت. لو عملت كده هلاقي الدنيا هنا باظت. انا مش عايزه كده، عايزه احافظ ان الريندر خلاص مظبوط واتحرك بحريه جوه البرسبكتيف. عشان تعمل ده نوقف كده كل حاجه زي ما كانت لغايه ما نظبطها. طبعا هقول لده بوز عشان ده متقل ده. طب ممكن زوم اوت سيكا اللي هي كده مثلا. تمام، وبعد ما تعمل كده نديله بقى كاميرا ونخش جوه الكاميرا بحيث خلاص هي دي الانيميشن بتاعتك. اما تطلع بره الكاميرا كده تقدر تتحرك بحريه زي ما احنا عايزين، يعني امسك اي واحد من دول واتحرك كده. مجرد ما ادخل كليك على الكاميرا انا رجعت حافظت على الفيو بتاعي، واقول لارنولد لما تيجي تتحرك يا سيدي بص على الكاميرا اللي انا حاطها لك بس. فبالتالي لما اطلع بره الكاميرا واتحرك براحتي هو مش هيجي عندي خالص، انا هتحرك بمنتهى الحريه بدون اي مشاكل، وهو المطلوب. تعالوا بقى ندخل اللايت اللي احنا عايزينه. انت ممكن تدخل ديسك لايت. بصوا الديسك لايت عباره عن ايه.
زي ما انتوا شايفين شكله ديسك عادي، نسحبه كده فوق وبروتيشن نلفه كده وبدأ ينور لي الاوبجكت زي ما انتوا شايفين. نسحبه فوق شوية كده زي كده مثلا، بس ده طبعا ضعيف جدا. طب اروح للديسك لايت واقول له لا اديني بقى اضاءة تنور عن كده، وزود في الاكسبوجر، هي اللي هتبدأ تديني الاضاءة احسن. تمام، بس الدنيا كده مش ظريفة خالص، ان بقت تبقى بزيادة. يعني ممكن نقلل دي ونزود دي اكتر، نسحب دي فوق. ده نوع من الاضاءة. ممكن نقفل دي نشوف حاجة تانية اللي هي الكواد لايت، دي اللي انا استخدمتها. زي ما انتوا شايفين حبيت اوريكم الاتنين برضو. ونلفها هتلاقيها نفس الفكرة، بس ما الا الشيب مختلف مش اكتر. يعني الحاجة اللي انت عايزها تمام، بس المهم انها تكون مناسبة للسين بتاعك. فانا هزومها كده كده مثلا، ممكن نكبر دي شويتين ونيجي للكواد لايت ونزود الاكسبوجر ونزود الانتنسيتي شويتين، حاجة كده مثلا من نفس الكواد لايت، وبكنترول واسحب، ودي نلفها. ممكن نصغر دي شوية، والأحسن بقى لو انت خليت السكيل 50% والزوم 100% مثلا. والهدف من هنا توفير وقت. هتلاقيها اتبلورت شوية، معلش ده بسبب السكيل، بس أنا عايزة بس أظبط الإضاءة بدون الاهتمام بالتفاصيل دلوقتي. نطلع دي لفوق شويتين بحيث بس ايه تنور لي أي أجزاء مظلمة عندي. حاجة زي كده. دي ممكن ناخدها لتحت شوية عشان الرجل عندي مظلمة، مش عايزة الضلمة اللي تحت دي. حاجة كده بقى الفيو كامل منور. لو انا اتحركت بيها لحد هنا كده مثلا، اقول له ده بوز، طب بدأ يبقى فيه شادو، بدأ يبقى فيه حاجة مناسبة ليا. ستوب. تمام، حاجة زي كده. بس عندي مشكلة اني ما عنديش اضاءة على الديسك فاضي ما فيهوش اي شادو ليه، فهو بالنسبة لي كده طاير. ودي حاجة من الحاجات الكبيرة اللي بتكشف انت حاطط اوبجكت ولا لا، الحاجة دي ريل ولا مش ريل. فبما ان دوت ملوش شادو يبقى في حاجة غلط، لازم تضيف له شادو. نعمله ازاي؟ نقفل الكلام ده ونبدأ نضيف له شادو بان احنا نديله بلين، سوري، تبقى تحتيه على طول. ولان هو موجود في السنتر فهي جت سبحان الله تحتيه بالظبط. ولكن خلينا نيجي من البداية كده، اتأكد ان ما يكونش عامل انترسكت بالشكل ده، بمعنى ان الدايرة او الاوبجكت مخترق الارض ده حاجة مش طبيعية. انزل كده لتحت لحد ما نحس ان هي ايه يا دوب لمسة. ونيجي نعمل بلاي بيتحرك كده، المفروض انه بيخبط لان دي ارض، ولو نزلت لتحت ولقيت المنظر ده كده في حاجة غلط. طب نحلها ازاي؟ احنا عايزين الاوبجكت يحس ان دي ارض فيخبط فيها.
بس اهم حاجة تتأكد ان هي من اول فريم فوق. طيب ازاي نخليه ما يخبطش لتحت كده؟ نعرفه بالاخ ده ببساطة شديدة. زي ما عرفنا الاوبجكت او الدايناميك على الهيكل، الهيكل المتحرك او الهيكل العظمي نفسه او الريجنج بودي، فعايزين نعرفه كمان ان في فلور، في ارض. ودي بحاجة بسيطة جدا. تيجي عند البلين وخلينا نقول ان هي فلور عشان بس نبقى عارفين ده ايه، ونيجي من مجموعة البوليت تاجز ونقول له والله اتعرف على الاوبجكت ده انه كولايدر. بصوا ايه اللي حصل بقى مجرد ما نرجع كده تاج. لازم عشان يقرا صح تاخده من الاول وتقول له بلاي. هتبص تلاقيه ما اخترقش الارض وبدأ يحتك بيها. اللي حصل ان بما ان الاتنين عبارة عن داينامكس، فهو تعرف ان ده دايناميك ولكن ده ثابت، فبيتعامل كأنه حيطة زي الاوبجكت اللي انتوا شايفه كده اللي بنسميه الكولايدر. فبالتالي ده بقى كولايدر ثابت، والسفيرز بقت داينامكس او ريجيد بودي انيميتد. حلو جدا كده، عرفناهم على بعض وعرفنا نعمل ان ديت ارض. بنبدأ ان احنا نظبطها معانا، ولما تبص كده جوه الكاميرا هتلاقي الارض فعلا موجودة على الديسك، بس كل المطلوب منك تظبطها شوية تبقى في حدود الديسك بالظبط كده. مثلا نسحبها لجوه كده كده مثلا، عشان لما نعمل الشادو ما ينفعش مثلا يبقى معدي ده او معدي جوه، لا يبقى في حدود الترابيزة بالظبط. نوسعها شوية كده، ممكن توسعها كده لو عايز، لو هي مش محتاج حاجة زي كده. سوري. كده شوية. الفايل سيف أول بأول. تعالوا بقى نبص عليها كده في الريندر هتبقى عاملة ازاي. هنلاقيها بالشكل ده. لقط لي الشادو لكن طبعا المنظر ده مينفعش. طيب نحلها ازاي؟ تعالوا كده لو دخلت لها الايمج تبقى هي باك جراوند بحيث تاخد نفس التكستشر، بس طبعا بالمنظر ده مش نافع لانه واخدها كلها. فعلشان تغير المنظر ان هو واخد الفريم كله، لا انا عايزاه ياخد الجزء ده بس، فهتغير البروجيكشن طريقة عرضها، هتخليها فرونتال بحيث ياخد الفرونت على بعض. بس المشكلة ان الايمج لما دخلت طير لي الشادو، يبقى انا كده كأني ما عملتش حاجة. طيب علشان نفصل ده عن ده نعمل ايه؟ هتيجي في كرييت من ارنولد سيرفيس، في ماتيريال منهم بتاخد الشادو وتفصله. هنبدأ ان احنا نرميها على الفلور، هتوصل للنتيجة اللي احنا عايزينها. تعالوا كده لو انا شلت كده الايمج هيحصل ايه؟ من غير الايمج كمان ظبط. يعني انت كل اللي انت محتاجه تدخل الشادو مات، هيعمل ايه؟ هيطلع الشادو ويطير اي حاجة تانية، وهو المطلوب. كده بدأنا نوصل ان يبقى فيه شادو للاوبجكت على الديسك. كل المطلوب منك بقى تبدأ تظبطه اذا ما كانش مظبوط اتجاه الشادو فين. احنا شايفين هنا، انا شايفة ان هي تعتبر مظبوطة، لان الطبيعي ان يبقى فيه الشادو جاي من هنا، الإضاءة جاية كده، فكله بيقول إن ده اتجاه الشادو إلى حد كبير مظبوط. طب لو أنت عايز تغير الاتجاه بتطلع برا الكاميرا كده، نعمل كده 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 كده. طبعا أدي الكاميرا وأدي الإضاءة، فبمسك اللايت ممكن نجيبه كده. بصوا اللي بيحصل، الشادو بيتغير معايا. طيب لو أنا لفيته لفوق كده، أنا ممكن أخليه تارجت بس مش وقته دلوقتي. انا عايزه بس اوريكم ازاي ان الاضاءه بتغير في الشادو لو انا عملتها كده. دي الفكره، بس ما ينفعش تخلي الاضاءه في وش الكاميرا، هيديني مشكله كبيره اسمها بارالكس. يعني يحول ال 3D ل 2D، يعني
هيأثر على الرؤية جدا. فخلينا نقول ان هي هتبقى كده، بس انا حاسه ان الاضاءه هنا اوسع. لا، الاضاءه فعلا هنا كبيره شديده جدا، فزي ما هي كده ونرجعها باك. هي كده باك، لا دي اللي باك، وممكن نرجع نزودها تاني. وعلى فكره الاضاءه هتبان اكتر لما نضيف الخامات. فين الكواد لايت الاولاني؟ في بقى غلطه كبيره احنا وقعنا فيها، وهي ان احنا بنتوقع الاضاءه مظبوطه ولا لا من غير ما نرمي خامة أرنولد على الأوبجكت. دي حاجة مهمة جدا. فنروح لكرييت ماتيريال أرنولد سيرفيس ستاندرد سيرفيس، أي ماتيريال تبع أرنولد، ونسميها كده أوبجكت مؤقتا ونرميها على الكلونر من بره بحيث كله يقرا الماتيريال بتاعة الأرض. ممكن نرجع بقى هنا كده 100%، بس نشوف الدنيا بزوم أكتر، وهتلاقيها بالشكل ده كده. هي واقفة فعلا على الديسك، عندي شادو ليها، الدنيا كده بقت مظبوطة جدا عن الأول. تمام، ممكن نرجع زوم كده باك عشان تشوف الدنيا عاملة ازاي. بكده نكون جهزنا البروجكت بتاعنا للفاينل تكستشرز ورندر، بان احنا ظبطنا خلاص الفيو بتاعنا. لو قلت له بوز وارجع كده باك، نتحرك سنة كده بالشكل ده. تمام، ممكن دي عايزة تنور شوية، دي بقى نظبطها لما تعمل خاماتك. يعني احنا دلوقتي ظبطنا بشكل مبدئي الإضاءة ومكان الأوبجكت، السكيل بتاعه ودنيته عاملة ازاي، بحيث ان احنا يبقى الدنيا بتاعة الموديل والانيميشن بشكل كبير مظبوط. ازاي ان انت تظبط دوت على الفريم بتاعك، ازاي تخلي الارنولد يقرا في الريندر وتخليه كمان يقرا في الفيديو بتاعك، ازاي ان انت تقدر تتحكم في شكل واتجاه الشادو حسب الفيو او حسب الريندر بتاعك، وتظبط الاتجاه والزاوية والكاميرا والسكيل والإضاءات حسب الفاينل لوك اللي انت عايز توصل. في المحاضرة الجاية إن شاء الله هنشتغل في الخامات الفاينل ريندر تمهيدا للفاينل كومبوزيت.